كلامنا اللي هتكلم فيه على دوري المحترفين. في بداية الموسم قرر اتحاد الكرة ان هو هيطبق دوري المحترفين اللي كان بيحاول انه يطبقه من 5 سنين فاتوا. كلم الأندية وبلغ الأندية كلها انه خلاص هنطبق دوري المحترفين بلائحة المركز الثاني المركز الخامس في كل مجموعة من الممتاز به هيصعد دوري المحترفين. بدأ الموسم وكله لعب ماتشاته من غير أي اعتراض من الأندية. كان في ناس بتطالب على استحياء من الناس اللي كانت خايفة على الكورة وعن خايفة على الأندية الشعبية والأندية الجماهيرية اللي معهاش المقدرة المالية الموجودة عند أندية الشركات، ولكن الأندية كانت مستسلمة تماما ووافقوا، وبالتالي كله لعب زي ما شفنا لحد ما الموسم خلص. ظهر في الآونة الأخيرة اعتراض من الأندية، سواء أندية من اللي صعدت أو من اللي ما صعدتش أو من مش مشاركة أصلا في الممتاز به في الدرجات اللي تحت، اللي هو بيقولوا إحنا ضد تطبيق دوري المحترفين. وأنا من الناس ضد تطبيق دوري المحترفين لأسباب هقولها في آخر الفيديو. هي فكرة دوري المحترفين كفكرة وكلام على الورق، كلام سهل يتقال، يعني حلو إن إحنا هندعم الأندية وهيبقى في راعي والأندية كلها هتاخد الماتشات هتتذاع وكأنه دوري ممتاز ألف والكلام ده، مع إن الدوري الممتاز ألف ده لا يستحق أصلا كلمة محترفين. يعني حرام نقول كلمة محترفين دي في مصر، مش بسبب عدم جودة اللعيبة، لكن كسوء تنظيم للكرة في مصر ما يطبقش كلمة محترفين حتى نقدر نقولها. فهو كفكرة حلو، لكن هل هتبقوا جادين في كلامكم وانكم هتوفروا الكلام ده؟ انا من وجهة نظري ما اتوقعش من اللي بنشوفه في الدوري المصري مشاكل كتيرة في الفار. يعني احنا مثلا تقنية الفار دي ما عندناش غير 4 عربيات. اتحاد الكورة ورابطة الأندية بتبقى شايلة الهم لما عربية الفار بتروح أسوان، زي بيتخنقوا كده يعني. وده برضو من الأسباب اللي عايزين يطبقوا فيها دوري المحترفين، عشان مش عايزين أندية من الصعيد تاني يعني، عشان نبقى على بينة يعني. نيجي بعد كده، مين هو اللي شايف ان دوري المحترفين حاجة كويسة؟ أول حاجة أي حد في الإعلام شايف ان المحترفين ده حاجة كويسة. في ناس شغالة لأغراض شخصية، وناس برضه في اتحاد الكوره وفي لجنه المسابقات شايفين ان دوري المحترفين ده كمصالح شخصيه حاجه حلوه لينا. نيجي بقى للانديه. انديه القاهره وانديه بحري شايفه دوري المحترفين ده حاجه حلوه ولذيذه. ليه؟ مثلا واحد مثلا زي سكه الحديد هيلعب وادي دجله، الباص هياخدني من النادي بتاعي لحد الملعب بتاع وادي دجله، هلعب الماتش مش هتعب. الماتش اللي بعديه هروح العب مثلا طنطا، قريبه، هروح بيت لي ليله مثلا في طنطا، خلاص سهله الدنيا مش مكلفه معايا جامد. لكن تيجي بقى الفريق مثلا زي النصر التعدين، زي بترول اسيوط، الناس دي عشان تروح مثلا فريق مثلا زي النصر التعدين يروح يلعب مثلا ابو قير الاسمده ده، عايز طيران ويرجع طيران، يلعب ماتش عنده في اسوان بعد كده يمشي طيران. لا، ما هو انت كده محتاج ميزانيه فريق بيلعب دوري ممتاز الف. يعني اسوان حاليا من اكبر معاناتها الطيران. ان اسوان مش عايز اقول لك رحله الطيران تقريبا في الموسم كله يعني تدخل في انتقالاتها بالكلام ده 5 مليون. هل في فريق في الصعيد هيبقى عنده امكانيه انه يبقى معاه 5 مليون انتقالات بس؟ لسه ما خدش مرتبات لعيبه ولا مكافآت ولا حوافز ولا الكلام ده بتاع العقود البسيطه بتاعت انديه الصعيد. نيجي لقصه ثانيه. انديه بحري زي طنطا، ديكرنس، كفر الشيخ، جمهوريه شبين مؤيدين المحترفين، بصرف النظر عنهم صعدوا او ما صعدوش، مؤيدين المحترفين. بس للاسف في دوري المحترفين لو في ناس هتنافس على الصعود فهي انديه القاهره، ولو دخل معاهم حد هيبقى مثلا لافينا او ابو قير الاسمده، عشان نبقى صراحه يعني. تدريجيا هتلاقي انديه الصعيد بتختفي تماما من الصوره، وهيبقى دوري المحترفين بالنسبه لانديه الصعيد هيبقى بالنسبه لها ده حلم، هيبقى بالنسبه لها ده دوري ممتاز. لان دلوقتي مجموعه الممتاز به اللي هو بقى القسم الثاني به ده اللي هو يعتبر بقى درجه ثالثه، اللي فيه الالومنيوم وكيمو اسوان والفرق دي، يعتبر خلاص بقى درجه ثالثه.
بقت مجموعة واحدة، فريق واحد منهم هو اللي هيصعد محترفين. قصة ان الاول يخش ترقي ويلعب ممتاز والكلام ده مش داخله دماغي اصلا. فقصة انه يلعب تاخد واحد منهم يلعب محترفين، هتلف الايام وتدور. لو قاعد المحترفين ده تلف الايام وتدور، هيبقى فريق واحد من الصعيد هو اللي هيلعب ايه محترفين، لانه اصلا هنختفي اصلا من الدوري الممتاز الف اساسا. كانت مالها مجموعة الصعيد مع احترامي للاسامي الانديه، يعني مثلا ألمونيوم، سوهاج، اسيوط، المنيا، مع بعضينا. يا عم عايزين نشوف فرقه منينا احنا في الصعيد في الممتاز، عايزين نشوف فرقه منينا. حتى يا ستة تقعد موسم وترجع تاني عادي، هندخل فرقه غيرها من الصعيد. عايزين نشوف نفسنا. لكن انت كده خلاص، احنا هيبقى بالنسبه لنا خلاص اقصى امانينا هيبقى الصعيد كله دلوقتي هيلعب في الدرجه الثالثه، وفريق منهم هو اللي هيصعد محترفين. ده اللي انا بتنبأ بيه، يعني لا اعوذ بالله يعني من النبوء يعني، بس الوضع الحالي هو اللي ينبأك بكده يعني. فاحنا داخلين في قصه الله اعلم. يعني انا واحد من الناس شايف ان لجنه المسابقات عايزه الانديه كلها اللي سواء تلعب ممتاز الف او محترفين، انديه مع شركات. مش عايزين واحد يخبط عليهم مثلا يقول لهم احنا عايزين دعم. مفيش دعم من الاتحاد، مفيش دعم من الرابطه ولا الكلام ده. هم عايزين انديه كلها شركات اللي تلعب وتصرف على نفسها. هنيجي لنقطه ثانيه. انا حتى الان مش واثق من حته الرعاه دي. انا عندي يعني يقين تام ان اللي هيحصل ممكن في سنه يدلعوك ويدوك شويه حاجات حلوه كده، يجي بعد كده في الموسم اللي بعديه الراعي اللي مش الراعي اخره لو مسك هيمسك سنه واحده بس وهيرمي لك الدوري ده، وهيرجع بعد كده الدوري ده يتصور بالتليفونات المؤاخذه يعني، وتتفرج على قعداتها كده في برامج الليل دي على صوره باهته يعني. مع احترامي للبرامج يعني بيجتهدوا وبيعملوا اللي يقدروا عليه الصراحه يعني، ولكن تدريجيا لحد ما هيوصلوا الامور كلها ان الدوري يبقى مجموعه واحده اغلبها فرق القاهره وبحري والقناه، ويبقى الدوري الممتاز كله من أندية القاهرة والحيز المغلق بتاعهم. مش عايزين أندية جماهيرية ولا عايزين حد يقول لهم احنا عايزين فلوس ولا الكلام ده نهائي. وده استكمالا للمشروع، أهم نقطة دي هتكلم فيها. ده استكمالا للمشروع اللي كانوا بيسعوا فيه من كام سنة ونجحوا فيه سنتين، ولكن ما كملش معهم الموضوع ده. ازاي مثلا؟ يعني فريق زي البنك الأهلي طبعا منطقة الجيزة، قال لك لا منطقة الجيزة دي صعيدة، البنك الأهلي انت مش عارف تصعد روح العب في مجموعة الصعيد. جه البنك الاهلي لعب في مجموعه الصعيد صعد ممتاز على قفانا واحد. شرقية للدخان نادي في العمرانيه في الجيزه تبع منطقه الجيزه، ايه ده الجيزه تبع الصعيد دلوقتي؟ هي الجيزه تبع الصعيد يعني؟ ماشي يا سيدي، يلا يا عم انزل يا شرقية للدخان، عايز تصعد انزل يلا. جه الشرقية للدخان لعب معانا وصعد ممتاز. على فكره الترسانة كان السنه دي هيلعب في مجموعه الصعيد لولا هبوط الجونه. يعني الجونه لو ما كانش هبط كان الترسانة هو اللي هيلعب معانا في مجموعة الصعيد، وكان صعد الترسانة دوري ممتاز، وكانت هتبقى ايه الدنيا حلوة. ده توقع بسيط مني يعني انا مش ما اعرفش اي حد يعني، ولا مسؤولين ولا اي حاجة في الهيصة دي كلها. بس ده انا شايفه ايه تنبؤ للأندية الجماهيرية وأندية الصعيد بصفة خاصة. هنختفي وهيبقى كل لعبنا مع بعضينا في الدرجة الثالثة، ومحدش هيبص عليك، وهتبقى ايه نكرة. مع ان الصعيد دايما انديته كانت ياما طلعت نجوم زي المنيا اكتر فريق طلع نجوم في الدوري الممتاز، والألمونيوم واسيوط واسوان طبعا قبل اي حد اكتر فريق مشرف الصعيد في الدوري الممتاز. اتمنى التوفيق ان شاء الله، ان شاء الله يتلقى دوري المحترفين. السلام عليكم.